الحارس ابو بكر نوري ويمنع هدف للمنتخب المصري، ولكن ضغط ممتاز وقطع حلوه والبصه جميله من محمد صلاح والانطلاقه اروع وتصوبه حلوه بالقدم اليسرى بقدم محمود تريزيجيه وصده من ابو بكر نوري وتعدى وتلعب بره. تبقى الان الركنيه الرابعه لصالح المنتخب المصري، ركنيه رابعه لمنتخب مصر. زيزو عرضيه راسيه والصد، الله الله الله، اقول لك ايه، اعد لك ايه، العرضيه بالمسطره بقدم زيزو والارتقاب وضربه الراس غير عاديه من اسامه فيصل، ويتالق كمان وكمان ابو بكر نوري ويمنع هجمه خطيره وهدف اكيد بديع للمنتخب المصري في الدقيقه 19 من الزمن الشوط الاول. الركنيه الخامسه لمنتخب مصر. يا رب يا كريم قربنا باذن الله من هز الشباك وتسجيل الفرحه الاولى والسعاده الاولى. عرضيه ولكن الدفاع بقادم على طول اللاعب سليمان حامد وبره تماس ولكن من مكانها الحكم بيطلب ان التماس تتلعب من مكانها. لعيبه على طول محمد حمدي ترجع ناحيه حمدي فتحي بالعرض. ربيعه كره طلع حلو ناحيه محمد صلاح. محمد صلاح تصل محمد هاني مره ثانيه. هاني وعرضيه عاليه براسيه من الدفاع بلمسه موجود على طول من يارو. ترجع مره ثانيه خالد صبحي تصل لمحمد حمدي اماميه على طول عطف الشمال. محاوله هجوميه استلام من زيزو تصل لمرموش. عمر مرموش عدى مرموش باصه بينيه ولكن دفاع ممتاز من محمد حمدي عمل الزحلقه وجابها. تصل مرة ثانية لمنتخب مصر بعرض الملعب من رامي ربيعة. كرة طول محمد هاني. لسه هاني لما كرته حلوة عدى حلوة هاني منطقة الخطورة العرضية. محمد صلاح بالمهارة استلام عرضية ولكن بره الملعب وراحت وطلعت بره. تبقى الآن ضربة المرمى لصالح المنتخب الأثيوبي. ضاغطين ضغط كبير من كل مكان في الملعب. هذه العادة مرة ثانية. الخطأ القاتل الرهيب من الحارس وضع على طول الباصة وضد الضغط اللي كان ممتاز من تريزيجيه والتصويبة الحلوة بقدم مرموش والصدة الجميلة من الحارس أبو بكر. دي إحدى الهجمات الخطيرة اللي ضاعت للمنتخب المصري في لحظات أولى من عمر المباراة. الضغط يولد أخطاء ولما بنضغط بنوجد مساحات كتيرة واسعة في دفاعات المنتخب الأثيوبي. وده التصويبه والصده الحلوه من الحارس نوري. حتى الان نوري هو نجم المباراه ونجم الشباك حتى الان يا ساده. قطعه موجوده انطلاقه مرموش الباصه السحريه منطقه الخطوره تريزيجيه والتصويب والهدف مش ممكن. يا القائم الايسر النهارده بيلعب مع المنتخب الاثيوبي ويمنع تصويبه غير بقدم لعيب غير. هذا بيضيع في الدقيقه 21 من زمن الشوط الاول. التصويبه رائعه والصد اروع من القائم الايسر للحارس ابو بكر نوري. مره ثانيه حتى الان 4-5 اهداف مؤكده ضاعت من منتخب مصر. حذاري من الهجمات والمطلوب هنا التركيز من اللاعبين. لمسه باصه ولكن قطع بامتياز من خالد صبحي. تصل لزيزو. لازم طبعا يكون في تركيز في انهاء الهجمه بشكل جيد. انطلاقه الامام من عمر مرموش لحق كورته والكعب اداها لمدافعي المنتخب الاثيوبي. لمسه الامام تصل ناحيه على طول التكيستي. رجعها ورا لجيمس على الارض لايار ديبايي. ترجع مره ثانيه للاعب على طول رامكي لجيمس على طرف الشمال لتونجو. لسه مع الكره تونجو اماميه رص معاه بلمسه الواحده الحلوه من اللاعب ديستا. باصه الامام لماركنا عاوز يعدي عدى حلو خطير مهاري. اللاعب على طول كينان ماركنا لسه مع الكوره. استلام في محاوله هجوميه خطيره سريعه للمنتخب الاثيوبي. لمسه على اليمين. خلي بالك اعمل الدفاع المنظم. اعمل الحيطه الدفاعيه القويه عشان نحد من خطوره المنتخب الاثيوبي. لمسه الضغط. اعمل الهجمه السريعه. اعمل الانطلاقه. باص على الشمال لحكورته اسامه فيصل. والهجمه على طرف الشمال. اسامه عاوز يعدي اتاخر فيها ولكن نجح وخد فاول لصالح المنتخب المصري. لما بنقطع الهجمه لازم نعمل هجوم معاكس بشكل سريع.
لازم نعمل الهجوم المعاكس بشكل سريع، لازم نعمل هجمات سريعه قبل ما يرجعوا بسرعه يعملوا الدفاع المنظم حارس مرماهم الحارس ابو بكر نوري اللي حتى الان هو نجم الشوط الاول حتى الان. اعزائي المشاهدين بعرض ملعب تصل احمد سيد زيزو. النهارده مباراته الدوليه تعتبر رقم 48 لنجم زيزو مع منتخب مصر. لمسه من تريزيجيه على الشمال، محمد حمدي على طول تريزيجيه يلعب الكره الطويله الراسيه موجود على طول من باييه، متابعه دفاع من تيكيستي، ضغط حلو من تريزيجيه، لمس تريزيجيه ولكن تترد من اقدام تونجو وطلع التماس لصالح المنتخب المصري. ضربت بسرعه من محمد حمدي لتريزيجيه، رجع حواره لرامي ربيعه على اليمين، احمد سيد زيزو لمحمد هاني، ترجع لزيزو مره ثانيه بعرض ملعب رامي ربيعه، محاوله تصل على الطرف الشمال مره ثانيه، تصل محمود تريزيجيه اماميه لمحمد حمدي، حمدي مره ثانيه ناحيه تريزيجيه، لسه مع كره تريزيجيه بلمسه لحمدي فتحي، حمدي مره ثانيه ناحيه رامي ربيعه، كلها بسيطه بعرض الملعب لايجاد ثارب في دفاعات المنتخب الاثيوبي. لمسه هاني ترجع في نص الملعب لربيعه، ربيعه عرضيه عاليه حلوه تتقدم الى اقدام باك اليمين سليمان حامد، ترجع على الشمال لحق كورته مره ثانيه محمد حمدي، عرضيه دفاع بلمسه هوبا المهاره هوبا التصويب ولكن تعدي عمر مرموش قطع كورته وتصويبه ولكن تعدي بسلام وامان على مرمى المنتخب الاثيوبي. هذه العاده مره ثانيه محمد حمدي والعرضيه تتقدم الدفاع ثم ضغط ممتاز وقطع حلوه وتصويبه المفروض ركنيه، المفروض ركنيه، واضح ان هي جت في جسم اللاعب باردي باييه. هذه العاده مره ثانيه تالق للحارس والتالق للقائم الايسر للحارس طبعا ابو بكر نوري. هذه النجم تريزيجيه 82 مباراه دوليه مع منتخب مصر، سجل 22 هدف دولي وصنع مع منتخب مصر 11 هدف خلال مشواره الدولي اللي بدا من 2014 وحتى وقتنا هذا. اعزائي المشاهدين لمسه على اليمين محمد هاني في نص الملعب، كره طوليه عاليه ولكن عاليه على فيصل، ترجع للحارس ابو بكر نوري حارس المنتخب اثيوبيا النهارده في المباراه. سلام ورا تحضير، ترجع لنوري، كره طوليه على الشمال ترجع ناحيه تونجو باك الشمال اماميه ولكن الضغط والدفاع وطلع التماس لمنتخب مصر. محمد هاني لازم نضغط ونسجل هدف باذن الله، لازم نضغط ونسجل هدف، لما بنضغط بنعمل مشكله وبنعمل دربكه غير عاديه في اقدام لاعبي المنتخب الاثيوبي بكل تاكيد. لمسه على الشمال مره ثانيه مرموش، ترجع لخالد صبحي لرامي ربيعه، كره طوليه احمد سيد زيزو مع كره زيزو بلمسه لهاني لزيزو، ورا لربيعه لخالد صبحي على الدايره لمحمود تريزيجيه، على الشمال محمد حمدي، من اليمين في عمق الملعب للشمال من اجل ايجاد ثاره في الدفاعات المنتخب الاثيوبي. المهاره الفرديه لها دور، لمس على طول زيزو، الدفاع بقدم مين؟ بقدم جيمس، مفيش حد موجود الا مدافع منتخب مصر الا خالد صبحي، على طول ناحيه رامي ربيعه، الهجمه في نص ملعب منتخب مصر. اعزائي المشاهدين ترجع ورا لخالد صبحي حتى في الشمال، تصل لمرموش، عمر مرموش عاوز يعدي، عدى فات مهاره منطقه خطوره مرموش ولكن الدفاع لم يصل، دفاع قوي جدا جدا على طول من اللاعب ايارو وتماس للمنتخب المصري. محمود تريزيجيه لمحمد حمدي، ترجع لخالد صبحي لرامي ربيعه، تشجيع حماس في المدرجات من قبل الجماهير المصريه، ومنتخب مصر حتى الان مسيطر على مجريات الامور. لمسه على الشمال تريزيجيه عاوز يعدي، عدى في بعمق الملعب، ساندوارا ترجع لخالد صبحي، تصل على الشمال للمنتخب المصري مره ثانيه، محاوله هجوميه ترجع مره ثانيه ورا لخالد صبحي بعرض الملعب لرامي ربيعه، لسه مع الكره رامي، محاوله كره طوليه ناحيه محمد صلاح
محمد صلاح برويا، الكرة طلع حلوة، ولكن حتى الآن الحارس أبو بكر نوري قاطع المية والهواء حتى الآن على مهاجم المنتخب المصري. هجوم معاكس على الطرف الشمال، تصل انطلاقة الأمام، محاولة من رقم 7 اللاعب ديستا لرقم 8 الخطير ماركنا، والتصويب والصدة الحلوة للحارس محمد الشناوي. أول هجمة وأول تصويبة على مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 28 من عمر اللقاء. مش عاوزين هذا الكلام، مش عاوزين ان المنتخب الاثيوبي يخش في جو المباراة ويكون عنده ثقة ويعمل هجمات متبادلة مع منتخب مصر. عاوزين نخلصها بدري بدري ونسجل هدف التقدم بإذن الله، وعاوزين يا سادة التركيز في اللمسة الأخيرة بمشيئة الله. زيزو المهارة والانطلاقة من زيزو، راح زيزو في الجبهة اليمنى، عدى راح محسن زيزو بعرضية، ولكن دفاع بقوة من لاعب منتخب اثيوبيا. لمسة من رقم 10 ناحية على طول اللاعب بنيام بيلاي، لسه بيلاي أمامية كرة طولية ولكن قوية على طبعا اللاعب ماركنا، والتماس للمنتخب المصري. تماس من محمد هاني لحمدي فتحي على الدائرة، على الشمال تصل لعمر مرموش في الجبهة اليسرى. مرموش عدى، مرموش محاولة هجومية من عمر مرموش مع الكورة، لمسة على الشمال حمدي مرة ثانية، محمود تريزيجيه ورا لحمدي فتحي، حمدي والروية، والعرضية حلوة على اليمين تصل لهنا والراسية لزيزو مرة ثانية، ترجع في نص الملعب لرامي ربيعة، على الشمال عالية لمحمد حمدي، الراسية لتريزيجيه مرة ثانية. دفاع من منتخب اثيوبيا من الباك اليمين سليمان حامد، يعليها ما فيش حد موجود الا قلب الدفاع خالد صبحي رقم 2 عشان نعمل هجمة جديدة على مرمى المنتخب الاثيوبي. لمسة من حمدي امامية الكرة الطولية لمحمد حمدي، عرضية ولكن بره الملعب. وتبقى الان اعزائي المشاهدين الركنية السادسة للمنتخب المصري في المباراة. الكل يترقب، الكل يتابع بتركيز شديد هنا في استاد الرعب، هنا في استاد القاهرة الدولي، في هذه المباراة في الجولة 7 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في دوري المجموعات. وهذا اللقاء المهم من أجل حلم الوصول لكأس العالم. عرضية والصدة، متابعة خطير محمد صلاح، ولكن دفاع قوي جدا جدا. ترجع ناحية على طول محمد هاني على الدائرة ورا لحمدي فتحي، لسه مع الكرة حمدي فتحي، على طول استلام من محمد حمدي، على طول تصويبة قوية ولكن عالية من حمدي فتحي، عالية وبعيدة وتلعب بره، تبقى بعيدة كل البعد عن المرمى. ضربة مرمى الآن لصالح المنتخب الأثيوبي. كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري واللي بيقودهم فنيا من 19 شهر من 6 فبراير من العام الماضي من عام 2024، واللي قدم حتى الآن في 12 مباراة سابقة، 10 لقاءات دولية ومباراتين كانوا لقاءات ودية. وفي 12 مباراة سابقة منتخب مصر مع حسام حسن فاز في 8 وتعادل في 3 ولقى هزيمة وحيدة وهزيمة أمام المنتخب الكرواتي في المباراة الودية 2-4. لمسة في نص الملعب ناحية تيكيسي، ترجع ورا لبايي، بايي طلع كورته عالية الأمام ولكن على طول يعليها محمد حمدي ويطلع كورته بره الملعب، طلع كورته بره محمد حمدي أمين. وتبقى الآن الركنية الأولى لصالح منتخب اثيوبيا في اللقاء النهارده. كرة طولية ولكن طبعا ما كانش سمعه محمد حمدي، بيقول له ما كنت سامعك يا شناوي، والراجل فضل يطلع كورته في الامان بدون اي فلسفه ويطلعها بره الملعب. ركنيه الان لصالح المنتخب الاثيوبي، ركنيه لاثيوبيا. كابتن حسام حسن تعليمات توجيهات للاعبين تقريبا مع دخولنا للدقيقه 33 من عمر اللقاء. الركنيه لمنتخب الأسود السوداء المنتخب الأثيوبي، وركنية موجودة بقدم اللاعب ديستا، أي طبعا جيمس رقم 3 وكمان مع الكابتن اللاعب رقم 16 بايي. لسه ركنية بقدم اللاعب على طول ديستا،
ركنيه للمنتخب الاثيوبي على طول. ديست العرضيه تصويب ولكن عاليه وبعيده، الحمد لله تلعب برا عاليه جدا. وتبقى الان ضربه مرمى حاليا لصالح طبعا المنتخب المصري. اعزائي المشاهدين ضربه المرمى من محمد الشناوي. الشناوي على الارض، لمسه الامام، دفاع على طول من بييب وبرا ملعب. تماس الان لصالح المنتخب المصري، تماس لصالح منتخب مصر. هذه الجماهير وهذه الجاليه الاثيوبيه هنا في القاهره والمتابعه الجماهيريه. لمسه بالعرض محمود حسن على الشمال اللي على طول ناحيه عمر مرموش وتصويبه بدون عنوان وحشه جدا جدا من مرموش. نجمنا طبعا محترف في مانشستر سيتي من يناير الماضي وبيقدم مردود ممتاز طبعا مع السيتي بعد ما تألق في الملاعب الألمانية مع فرق كبيرة في ألمانيا بقيمة فرانكفورت وشتوتغارت وفولفسبورغ. وطبعا النقلة الكبيرة تواجده مع نادي كبير بقيمة السيتي من يناير الماضي. وكل التوفيق لعمر مرموش وكل التوفيق لمحمد صلاح مع ليفربول وكل التوفيق لكل لاعبينا ونجومنا المحترفين في الخارج. قائمة هذه المباراة يتواجد أعزائي المشاهدين طبعا 6 محترفين في الخارج، على رأسهم طبعا محمد صلاح ومرموش وابراهيم عادل وحمدي فتحي ورامي ربيعة وموسى محمد محترف في نادي نانت الفرنسي. استلام بالعرض، يا رب يا كريم انصرنا وفرحنا واسعد الملايين باذن الله. محمد هنا على الارض، تصل محمد صلاح الكره الطوليه والباصه والقطه الحلوه من الباك الشمال من تونجو، ترجع جابوها منتخب مصر ناحيه رامي ربيع بعرض الملعب على طول لمحمود حسن تريزيجيه. اماميه الكره طلع عمر مرموش بلمسه لساندب. محمد حمدي يلعب عرضيه عاليه الراس من الدفاع، متابعه تترادم من حمدي فتحي مره ثانيه، لمسه تعدي ترجع ورا في احضان الحارس ابو بكر نوري. يمسك كورته ويلعب الكره الطوليه بالمسطره حلوه ناحيه الطرف اليمين ناحيه اللاعب الخطير ماركن رقم 8، ولكن تلعب برا. تماس الان لصالح المنتخب الاثيوبي. هذا رقم 11 طبعا اللاعب سليمان حامد، ده يبقى عمره 28 سنه، بيلعب في الجبهه اليمنى. سليمان والقطعه، ولكن في فاول موجود على خالد صبحي. ضربه حره وانذار كمان، اول انذار في اللقاء والانذار من نصيب رقم 2 خالد صبحي. انذار في الدقيقه 36 من الزمن الشوط الاول اعزائي المشاهدين. والنتيجه حتى الان التعادل السلبي قائم بين المنتخبين في لقاءات هذه المجموعه الاولى ولقاءات الجوله السابعه في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2026. فاول بقدم رقم 10 بنيام بيلاي على طول. بيلاي والفاول يلعب عرضيه راسيه عاليه بعيده وتلعب بره جدا من اللاعب بييب. وتبقى الان ضربه مرمى حاليا لصالح المنتخب المصري. الشناوي على الارض يسندها ناحيه ربيعه لمحمد هاني بعرض ملعب لرامي ربيعه لحمدي فتحي، تحضير في نص الملعب على الشمال لمحمد حمدي مره ثانيه. محمود تريزيجيه ورا لحمدي فتحي بالعرض. رامي ربيعه على اليمين محمد صلاح في الجبهه اليمنى. صلاح لسه صلاح رجعها ورا مره ثانيه. حمدي فتحي الكره الطوليه مره ثانيه. اسامه فيصل الاستلام عاوز يعدى ولكن وقع. جابوها مدافع منتخب اثيوبيا تترد. كره تروح رقم 10 ناحيه لاعب بنيام بيلاي على الشمال لديستا، ترجع ورا ناحيه على طول تونجو، يطلع كورته تونجو في نص الملعب. استلام بهجمه للمنتخب الاثيوبي رقم 8 ماركنا، ترجع لربيعه لمحمد حمدي. استلام احمد سيد زيزو. يلا يا زيزو، يلا يا نجوم، يلا يا ابطال، يلا عاوزين هدف التقدم في المباراه.
لمسه الامام مره ثانيه، محاوله عاوز يعدي على الضفات تريزيجيه ولكن عاقب عرقله وحكم اللقاء يديها ركله جزاء الان لصالح المنتخب المصري. محمود تريزيجيه استلم كورته وعدى وسقوط وعرقله وحكم اللقاء يديها ركله جزاء في الدقيقه 38 من الزمن الشوط الاول. ركله جزاء لصالح منتخب مصر، الركله لمنتخب مصر. وحكم المباراه السيد توم ابونجيل حكم اللقاء اليوم. هذه العاده هذه الاستلام وهذه المهاره وهذا السقوط بالعرقله، على طول عرقله موجوده من سليمان حامد وعلى طول حكم اللقاء يديها ركله جزاء لصالح المنتخب المصري مع لحظات اخيره متبقيه خلاص من عمر الشوط الاول. منتخب مصر قدر يترجم كل الكلام ويحصل اعزائي المشاهدين على ركله جزاء مع دخولنا تقريبا على اخر 7 دقائق متبقيه من عمر الشوط الاول. ركله جزاء لصالح المنتخب المصري. الحارس ابو بكر نوري ونجم النجوم محمد صلاح، وركله جزاء لصالح المنتخب المصري. اعزائي المشاهدين الحارس نوري اللي عامل مباراه كبيره جدا ومتالق حتى الان في هذه المباراه، ونجم النجوم محمد صلاح القائد والكابتن محمد صلاح وجها لوجه امام الحارس نوري. وركله جزاء مع دخولنا للدقيقه 40 من الزمن الشوط الاول. ربنا معك، ربنا معك ويكرمك ويوفقك يا ابو مكه ويفرحنا وتفرحنا زي ما فرحتنا بوصولنا لكاس العالم روسيا 2018. تفرحنا انت والرجال اللي معاك بوصولنا لكاس العالم 2026 بمشيئة الله. محمد صلاح والحارس نوري، وركله جزاء لصالح المنتخب المصري. اعزائي المشاهدين محمد صلاح سوبر هاتريك في مرمى منتخب جيبوتي وهدف في مرمى منتخب غينيا بيساو وهدف في مرمى المنتخب الاثيوبي في الدور الاول. والان ركله جزاء لنجم النجوم محمد صلاح اللي يعتبر اعزائي المشاهدين يتصدر قائمه هداف مصر في تصفيات كاس العالم برصيد 17 هدف. نجم النجوم محمد صلاح، ربنا معاك، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك. والتصويب والهدف جوا الجول الهدف الاول لمنتخب مصر من ضربه جزاء. تصويبه حلوه بالقدم اليسرى بقدم الايقونه نجم النجوم الكبير محمد صلاح، حطها روعه علشان يدخل الفرحه والسعاده على الملايين من عشاق ومحبي المنتخب المصري. محمد صلاح لعيب كبير وهداف قدير والكل في العالم بيعمل له حساب كبير. هذا محمد صلاح والتصويبه الجميله بالقدم اليسرى على شمال الحارس نوري عشان منتخب مصر بقدم الايقونه المصريه المتالقه في الملاعب الافريقيه والاوروبيه والعالميه. يفرحنا كمان وكمان، يسعدنا كمان وكمان، ويسجل هدف التقدم يا ساده في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول. هدف التقدم مستحق لان احنا الافضل طول المباراه، طول الشوط الاول سيطره، استحواذ، هجمات خطيره جدا على مرمى الحارس نوري، واخيرا قدرنا نترجم كل هذا الكلام ونسجل هدف التقدم بقدم نجم النجوم ابو مكه في الدقيقه 40 من عمر اللقاء. 1 منتخب مصر لا شيء المنتخب الاثيوبي، 1 لا شيء. نتيجه المباراه اعزائي المشاهدين تحضير في نص الملعب لمنتخب اثيوبيا. كده اللقاء هيتحرر، كده المنتخب الاثيوبي هيبدا يبادر الهجمات، وهو خلاص منتخب اثيوبيا ما عندوش حاجه يبكي عليها. هو النهارده بيلعب مباراه للشو، مباراه للظهور امام بطل القاره السمراء وكبيرها المنتخب المصري. لمسه الامام تريزيجيه، مهاره من اسامه فيصل، ولكن دفاع ممتاز وتلعب بره ملعب تماثلا لصالح المنتخب الاثيوبي. النهارده منتخب اثيوبيا بقول لكم بيلعب مباراه للشو، مباراه خلاص بالنسبه له تحصيل حاصل، سواء لقاء النهارده او اللقاءات القادمه امام سيراليون وغينيا بيساو ومنتخب بوركينا فاسو. لمسه على اليمين في نص الملعب، انطلاقه الامام على طول من جازاهين، لمسه واستلام على طول مره ثانيه
من اللاعب على طول يارو، كرة طولية باصة ضد الخطورة، ولكن ممتاز يا محمد يا شناوي، ممتاز يا سور مصر العظيم. محمد الشناوي يطلع ويعمل الدور الدفاعي ويطلع كورته بشكل ممتاز في هجمة كانت خطيرة جدا، وكان في ثغرة إلى حد ما دفاعية، ولكن تغطية ممتازة من حارس كبير بقيمة الحارس محمد الشناوي. فاول لصالح منتخب اثيوبيا. خلاص تقريبا مع دخولنا على اخر دقيقتين متبقين من الوقت الاصلي من عمر الشوط الاول. منتخب مصر 1 ومنتخب اثيوبيا لا شيء. هدف من ركله جزاء بقدم النجم محمد صلاح في الدقيقه 40 من عمر اللقاء. لمسه محمد صلاح اصبح الان 18 هدف، هو الهداف رقم 1 لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم. يليه النجم الكبير ابو تريكه برصيد 14 هدف. لمس الامام، محاوله هجوميه مره ثانيه على طرف اليمين تصل ناحيه على طول يارو، عرضيه ولكن الشناوي. الله عليك يا شناوي، الله عليكم يا اولاد مصر، الله عليكم يا نجوم مصر. عاوزين هدف تاني وثالث، عاوزين النهارده تكون حفله النهارده في المباراه. لمس على الشمال تصل لديستا، عرضيه خطيره ولكن تغطيه ممتازه من محمد حمدو، سابها وطلع بره. تبقى الان ضربه المرمى الان لصالح ولادنا ورجالتنا ابناء النيل. خلونا نحلم بكل امل جديد. كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خليفة الجنرال الكابتن الكبير محمود الجوهري، ألف رحمة ونور عليه. حسام حسن كلاعب وصلنا لكأس العالم إيطاليا 90، وحسام حسن كمدير فني بإذن الله هيوصلنا لكأس العالم 2026 بمشيئة الله. قول يا رب أمين. تحضير ربيعة، محمد هاني ترجع ورا ربيعة بعرض الملعب لخالد صبحي. النهارده بدلاء منتخب مصر مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، احمد عيد، نبيل دونجا، مهند لاشين، كوكا، محمود صابر، ابراهيم محمد، والنجم طبعا مصطفى محمد، ابراهيم عادل عفوا. لمسه على اليمين تصل محمد هاني، كرة طولية حلوة لزيزو، دفاع من رقم 16 من ابراهيم، سابها وتلعب بره. ضربة المرمى الان لصالح منتخب اثيوبيا. دخلنا الان خلاص على الدقيقة الاولى والوحيدة من الوقت بدل الضايع من عمر الشوط الاول. منتخب مصر المهم والاهم هو التقدم هدف 1 مقابل لا شيء. الضغط والقطع حلوه منطقه خطوره، فيصل بلمسه، السنده، هوبا التصويب والهدف على طول. ركله جزاء جت في ايديه، جت في ايديه، صدها الدفاع وعلى طول حكم اللقب قريب من اللعبه بيديها تاني. ركله جزاء لصالح المنتخب المصري في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع من عمر الشوط الاول. المهرجان بدأ، المهرجان بدأ والاحتفالية بدأت. الاحتفالية بدأت الآن بهدف سجلناه، وإن شاء الله هدف ثاني هنجيبه بإذن الله. هذا التصويب قدم زيزو، وادي الدفاع جت في ايديه عشان حكم اللقاء يديها. ركله جزاء الآن لصالح المنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة والأولى من الوقت بدل الضيع من عمر الشوط الأول. ركله جزاء تاني لمنتخب مصر. حكمنا السيد توم ابو نجيل حكم اللقاء اليوم، وركله جزاء للمنتخب المصري. والركله مشاهدينا بقدمين، بقدم النجم، بقدم النجم عمر مرموش. رمش العين، رمش العين، عمر مرموش صاحب الشين، عمر مرموش والحارس نوري. وركله جزاء لصالح المنتخب المصري. عمر يا عمر، عمر يا عمر، نجم السيتي ونجم منتخب مصر عمر مرموش. والتركيز العالي، والتركيز العالي، والحارس الخطير ابو بكر نوري حارس مرمى المنتخب الاثيوبي، وحطها جميله. الله عليك، الله عليك عمر يا عمر، الدلة يا عمر، عمر يا عمر، متعنا كمان وكمان يا عمر، عمر يا عمر، اسعدنا كمان وكمان. عمر مرموش والهدف الثاني، هدف التعزيز من ركله الجزاء بقدم نجم النجوم عمر مرموش في الدقيقة الثانية. هدف
من ركلتي الجزاء، الاولى بقدم محمد صلاح في الدقيقه 40 والثانيه بقدم عمر مرموش في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع من عمر الشوط الاول عشان منتخب مصر يسجل ويتقدم الان بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب الاثيوبي. تقدم مستحق، تقدم مستحق. ومعاه مشاهدينا حكم اللقاء بيصفر بنهايه الشوط الاول، وتقدم الفراعنه، تقدم ولادنا، تقدم ابناء النيل، منتخب مصر العظيم على المنتخب الاثيوبي بهدفين مقابل. جابوها مدافع المنتخب الاثيوبي، تتردد من محمد حامد مره ثانيه، ضغط فقد توازنه عمر مرموش، جابوها مدافعي المنتخب الاثيوبي اماميه، كره طولما تصل على طول ناحيه جزاهين اماميه، الكابتن ابراهيم عبد الجواد، الكابتن ابراهيم عبد الجواد وضيوف الكرام الكابتن ايمن يونس، الكابتن محمد فضل، والكابتن حسني